السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء السعادة على قلوبكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل التورتيه القمر دي بكل تفاصيلها، كل حاجة هنقولها بالتفصيل، وان شاء الله تعمليها وتطلع زي كده واحلى كمان ان شاء الله. يلا مع بعض ندخل على الفيديو على طول ونشوف هنعمل التورتيه القمر بتاعتنا دي ازاي. متنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك لو انتوا اول مرة تشوفوني. التورتيه بتاعتنا دي مقاس كام؟ مقاس 26، مقاسها كبير ما شاء الله، يكفي عدد كبير جدا، يكفي حوالي 28 فرد. تمام كده. هنتكلم عن الكيك، خبزت الكيك ازاي او مقداره قد ايه. انا خبزت هنا 400 جرام دقيق سبونج. انا استخدمت دريم، استخدمت 400 جرام، استخدمت لهم 4 بيضات، نص كوباية مية ساقعة متلجة والبيض ساقع، وفانيليا، ومعلقة خل، ومعلقة صغيرة محسن جل، وخبزتهم. طلعت معايا 3 طبقات سبونج فانيليا. تمام. عملت نفس المقدار سبونج شوكولاتة، 400 جرام دقيق سبونج فانيليا برضو. حطيت عليهم 4 بيضات، نص كوباية مية ساقعة متلجة، فانيليا، معلقة خل، معلقة صغيرة محسن جل. وحطيت بعد ما ضربت كل ده مع بعضه، حطيت معلقتين كبار مليانين كاكاو، وطبعا عشان نعمل الشوكولاتة ضربتهم في نفس الحلة، طلعت معايا برضو نفس المقدار. تمام كده. لاني انا هعمل التورتايه نصها فانيليا ونص شوكولاته، نص اللي تحت فانيليا ونص شوكولاته. حطيت بقى التزيين زي ما انتم شايفين كده، او الحشو حطيت في الحله نفسها. تمام. لانها تبقى عاليه قوي، فانا حبيت احطها في الحله، فحطيت كده كيس الاول، فرشته في الحله، وحطيت اول طبقه، وبدات اسقي خليط التسقيه اللي معايا ده مربى حليب. انا بدوبها في شويه ميه وعليها سكر وبسقي بيها. وحطيت الحشوه الاولانيه زي ما انتم شايفين شوكليت ومربى حليب، والحشوه التانية كريمه، وكريمه اللي انا بستخدمها ريتش. وهنا حطيت نوتيلا وشوكليت شيبس، وبحط قطعة كريمة صغيرة فوقيها كده علشان الكيك، طبقات الكيك تمسك معايا عشان ما تفصلش معانا بس. تمام. وببدأ اعمل نفس الخطوات، بسقي وبحط طبقة الكريمة وبحط عليها الحشوة. عايزه اقول لكم مقدار الكريمه طبعا انا بستخدم ريتش. بستخدم كوبايتين ميه عليهم كوبايه كريم شانتيه، عليهم معلقتين كبار كريم باستري، عليهم معلقتين لبن بودر، 4 معالق سكر. تمام كده. دي الكريمه انا بضربها طبعا في الشتاء، بتاخد معاكي سوائل كمان يعني. دي كريمه الحشو. كريمه التقفيل ممكن استخدم كوبايتين وربع ميه. حطيت هنا خلاص، خلصت ال3 طبقات الفانيليا كده، ال3 طبقات فانيليا خلصتهم. تمام. زي ما احنا شفنا كده، حطينا اول طبقة الحشوة بتاعتها مربى حليب، وبعدين نوتيلا وشوكولات شيبس، وحطيت هنا مربى حليب. وهحط بقى الطبقة الرابعة شوكولاتة. تمام. دي طبقة كيك شوكولاتة خبزناه زي ما انا قلت لكم نفس المقدار كده. ببدا اسقيه بالصوص اللي معايا، او بتسقيه بلبن بقى او بسيرب خفيف زي ما انت عايزه. وببدا احط الكريمه بتاعته، الكريمه شوكولاته هي نفس مقدار الكريمه، نفس المقدار. هي اخدت معايا الحشو، خدت ربع كيلو كريم شانتيه، يعني خدت نص، يعني كوباية عملتها فانيليا وكوباية تانية للشوكولاتة، يا دوبك بالظبط، لاني ما شاء الله حجم التورتاية معايا كبير، هي كبيرة مقاس 26، فده مقاس كبير فبياخد معانا كريمة. انا ببدأ اعمل سور هنا كده بالكريمة، يعني بعد ما حطيت طبقة الكريمة ببدأ اعمل سور كده علشان نحط الفراولة. معايا فراولة هنا مقطعاها قطع صغيرة، دي الحشوة بتاعت الشوكولاتة. ببدأ اوزعها كده، بحط كمية كويسة محترمة، وببدأ اوزعها. وعملنا سور بالكريمة كده علشان خاطر الصوص، علشان خاطر الحشوة بتاعتنا. متنسوش يا جماعة لايك الفيديو لو وصلتوا لحد هنا. متنسوش لو انتم مش مشتركين في القناة وبتتابعوني، اتمنى تعملوا اشتراك، يعني مش هيحصل حاجة يعني لما تضغطوا على زر الاشتراك. انا حطيت هنا نوتيلا، ببدأ احط نوتيلا كده فوق الفراولة، بتكون طعمها حلو قوي، او ممكن تحط شوكولات كمان، هيدي طعم حلو جدا. ببدأ احط برضو قطعة بسيطة خالص من الكريمة علشان لما احط الطبقة التانية من الكيك
تمسك معايا علشان بس ما تفصلش معايا. دي الطبقة التانية من الكيك، نفس النظام بالظبط كده. هبدأ اسقيها بالخليط اللي معايا واحط طبقة الكريمة واعمل لها سور ونحط الحشوة. يبقى عندنا هنا الشوكولاتة حشيناها فراولة وعليها نوتيلا او صوص شوكولاتة، والفانيليا حشيناها نوتيلا ومربى حليب وشوكولات. او الحشوة دي طبعا حسب ما العميل بيطلب منك او حسب ما انتي بتعملي، يعني حسب المطلوب منك. تمام. هنا خلاص انا مش عايزة اكتر الكريمة، يعني ما تبقاش كتير فيها لاني لسه هنعمل صور ليها كمان من الكريمه، فعلشان ما تبقاش كتير. بالنسبه بقى لكريمه الشوكولاته انا بحط عليها نوتيلا كريمه بضربها عادي خالص زي ما انا قلت لكم، نفس ما ضربنا الكريمه الفانيليا، بس بزود عليها معلقتين كبار او 3 معالق جانيش شوكولاته، وبحط عليها نوتيلا، وبحط عليها معلقتين كبار كاكاو، فبتديني اللون الحلو ده وبتديني طعم حلو. تمام. خلاص كده هبدأ احط الفراولة، قطع الفراولة معايا، وابدأ اوزعها كويس. هنبدأ نوزعها ونحط عليها النوتيلا او شوكولات زي ما انا قلت لكم. الخطوات سهلة جدا وجميلة، انا سايبه لكم كل حاجة بالتفصيل علشان تشوفوا حجم التورتايه معايا قد ايه. ما شاء الله حجمها كبير جدا. حطيت هنا النوتيلا، واحط الطبقة الثالثة برضو، مش هننسى قطع الكريمة زي ما انا قلت لكم عشان الطبقات تتماسك معانا. هحط بقى الطبقة الثالثة من الكيك، دي اخر طبقة بقى اهي. خلاص دي ما بنحطش عليها حاجة، هسقيها بس حاجة بسيطة كده من الخليط اللي معايا اللي هو خليط التسقية ده اللي انا بسقي بيه الكيك، وهبدأ اقفلها واحطها في الفريزر. حلوة قوي لما تعمليها من بالليل وتسيبيها لتاني يوم الصبح زي ما هي كده. بصوا اغطيها وتسيبيها لتاني يوم الصبح في الفريزر، بتكون حلوة جدا. طلعيها تشتغلي فيها على طول. انا سبتها حوالي ساعتين، يعني ساعتين بالظبط الفترة اللي انا سبتها فيها في الفريزر، لاني كنت مستعجلة عليها بصراحة. معايا هنا البورد ده 35 في 35. انا حطيت عليه كريمة كده لاني انا كنت متخيلة ان انا احطها في جنب وهيبقى لي جزء من قدام عشان الكتابة، بس للأسف انا حطيتها بقى على الحرف، بس حركتها، يعني انا حركتها وجبتها لقدام. هنشوفها دلوقتي مع بعض. هبدأ اشيل الاكياس اللي عليها بعد ما سبتها حوالي ساعتين في الفريزر. ببدأ اشيل الاكياس، ما شاء الله الحجم بتاعها كبير جدا. شايفين لو تاخدوا بالكم هنا التورتيه جايه على الحرف من ورا، يعني انا مش عارفه اجلس كده ولا هعرف اقفلها، فانا اضطريت ان انا ازقها لقدام. وبعد ما زقتها حسيت ان في طبعا 3 طبقات الشوكولاته اللي كانوا طالعين فوق خارجين شويه، فانا قلت لا لازم اسويها كويس عشان اعرف اجلس التورتايه، لاني لو في قطع خارجه او مش متساويه دي هتتعبك جدا في التجليس. فانا هنا رحت جايه نحتاها، لو تاخدوا بالكم اهو سويتها ونحتها بالسكينه المنشار. وبعد كده هبدأ احط عليها حاجة بسيطة خالص من الكريمة علشان نقفل بس يعني نديها الطبقة الاولانية من الكريمة اللي هي بنلم بيها الفرافيت بتاعة الكيك. تمام. دي اول طبقة خفيفة خالص كده بحطها من الكريمة. اخدت معايا كوبايه كريمه تقفيل، يعني يا دوبك بصوا، يعني هي لو يعني كوبايه الكريمه انا ضربتها يا دوبك قفلت بيها، يعني كانت ممكن تحتاج معايا حاجه بسيطه كمان، يعني ربع كوبايه كريمه كمان. بس انا هنا خلصتها يعني او قفلتها معايا بكوبايه الكريمه الثالثه. يبقى اخدت معايا ربع كيلو او كوبايتين كريمه للحشو وكوبايه كريمه للتقفيل. هنا خلاص قفلت التقفيله الاولانيه اللي هي بنلم بيها الفرافيت بتاعه الكيك. ورحت جايه على طول مقفله التقفيله التانية. طبعا انا ضاربه الكريمه جنبي هنا ورحت جايه على طول، يعني بصراحه اشتغلت فيها على طول لاني كنت مستعجله فيها. انا غالبا بدي التقفيله الاولانيه دي وبحطها في الفريزر برضو تقعد مش اقل من ساعتين 3، وبعد كده اطلعها اعمل التقفيله التانية. بس انا اشتغلت فيها بسرعه. وهنبدأ نجلسها مع بعض في السريع كده. بصوا انا مقطعتش اي حاجة من التجليس على فكرة خالص، يعني سايبالكوا كل المقاطع زي ما هي، بس كل اللي عملته ان انا سرعتها بس علشان تشوفوا انا بعمل ايه بالظبط. هنا بدأت بقى اجلس فيها واظبط الحواف بتاعتها من فوق واظبطها من فوق، يعني اي جزء احس ان مفيش فيه كريمة بحط له. يا دوبك يا جماعة والله اخدت كوباية الكريمة كلها، يعني كوباية الكريمة ما شاء الله كلها ما بقاش منها اي حاجة خالص للتقفيل بس.
لاني ما شاء الله التورتيه عاليه جدا، حجمها كبير جدا. الكاميرا هنا كمان مش موضحاها قوي. ببدأ بس اظبط من فوق كده، هظبطها من فوق علشان نبدأ نشتغل فيها بقى وندي التزيين الاخير بتاعها. خلاص كده ببدأ اعمل الشكل ده، وهبدأ بقى هنا اعملها بالشكل اللي كان مطلوب مني، اللي هو بصوا بجيب معلقة كده وبحرف المعلقة وببدأ اعمل كده. الافضل طبعا بيكون جنبك مية سخنة وتمسحي المعلقة ما بين كل مرة ومرة علشان تطلع معاكي ناعمة كده وشكلها يكون كويس، ما تكونش منعكشة كده ولا مبهدلة، لا تكون شكلها لطيف وحلو. تمام. هنا بدأت اشيل بس جزء الكريمة دي وخلاص، ومسحت البورد معايا، وهبدأ احط عليها شغل عجينة السكر. عجينة السكر عملته من قبلها. ببدأ اعمل، يعني الافضل ان انت تعملي شغل عجينة السكر من قبلها بيوم. انا بوريكم هنا الحجم بتاعها، شايفين قد ايه ما شاء الله، كبيرة 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 يعني. عملت الاسم هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا انا شيلته في الاخر خالص. هجيب لكم صورة، يعني لو انت عايزة تعرفي الشكل في الاخر خالص عامل ازاي، جيبي اخر الفيديو خالص هتلاقيني سايبالك الصورة في اخر الفيديو، بس ما تجروش الفيديو بقى، يعني اسمعوا الفيديو للنهاية. طبعا كنت عاملة قلوب كبيرة وقلوب صغيرة، وعايزة اقول لكم ان القلوب دي كلها بعملها بعجينة السكر طبعا، وبلونها وبقطعها بالقطاعات. ما جبتش معاكم الشغل ده لانه سهل جدا، وعملته معاكم قبل كده على فكرة ونزلته على القناة. بدهن القلوب دي بشوكولاته البيضه، يعني بكون دهنها بالاول بشوكولاته البيضه علشان ما تتزحلقش معايا من على التورتايه، تمسك على التورته. والافضل بقى ان انت تكوني مسقعه التورتايه، يعني تعملي الشكل ده وتسقعيها كويس وتحطيها في التلاجة، وتطلعيها بقى تحطي عليها شغل عجينه السكر. ده الافضل بكتير جدا. بس انا زي ما انا قلت لكم عشان كنت مستعجله جدا عليها وعايزه اخلصها، فبدأت احط شغل عجينة السكر على طول. شايفين القلوب اللي فوق بحط فيها خلتين صغيرين وابدأ اوقفها بالشكل ده، والقلوب اللي هي فوق دي اللي هي الكبيرة اللي فوق اللي حطها على حرف التورتاية عشان هي سميكة شوية او تخينة شوية، بحط فيها برضو خلة اسنان، وبروح جايه مدخلاها جوه التورتايه عشان تمسك في التورتايه معايا. تمام. وطبعا كنت عامله قلوب صغيره كتير، بدأت اوزعها كده، وقلوب كبيره حطيتها فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا القلوب كلها جنبي اهي، لو انتوا زي ما انتوا شايفينها، لو تاخدوا بالكم انا دهناها كلها شوكولاته بيضه، وببدا احطها على التورتيه كده تمسك معايا وتبقى حلوه جدا. لكن لو انتي ما دهنتيهاش وما حطيتيش عليها سي ام سي، لكن لو حطيتي عليها سي ام سي ما فيش مشكله، لو ما حطيتيش عليها بقى سي ام سي هتسيح معاكي وممكن تتزحلق من على التورتيه. وبدات احط برده شويه قلوب على البورد، وهبدا اكتب برده تاريخ اليوم اللي انا عملت فيه التورتيه، هحطه على البورد هنا. بصوا الفوطه اللي معايا او المنديل اللي معايا ده مبلول شويه ميه، يعني مبلول ميه دوبك بمسح البورد علشان لما احط عجينه السكر على البورد تقوم تلزق معايا، مجرد ما بحطها كده بتلزق معايا. لكن القلوب اللي انا دهناها شوكولاته كان باقي معايا شويه قلوب، دهنتها شوكولاته وحطيتها على البورد. لكن الاسم والتاريخ دول طبعا مش مدهونين شوكولاته، دول يا دوبك مسحت البورد بس وحطيتهم على البورد. شايفين كده خلاص يعتبر خلصنا التورتايه القمر بتاعتنا ما شاء الله. وحطيت الطبر حطيته عليها، وبدأت اوزع شويه كريسبي صغيره كده من فوق، او شويه لولي اللي هو الكريسبي ده، والطبر دخلته لجوه شويه. وكده دي التورتايه بتاعتنا ما شاء الله خلصت، وكانت جميله جدا جدا. عجبتني قوي. طبعا الاسم ما عجبش اختي، هي اختي اللي كانت طالباها، ما عجبهاش، قالت لي لا الاسم كبير قوي قوي شيليه. وفعلا شلنا الاسم وغيرناه وكتبناه بمولد السيليكون الصغير وحطيناه، وهسيب لكم صورته في اخر الفيديو تبقوا تشوفوه وتقولوا رايكم ايه فيها، كده افضل ولا الاسم الصغير افضل؟ وهستنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش طبعا صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش لايك الفيديو، بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.